السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب مطبخ جودي الفرفوشة، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين. يا رب بطل اكل في الخضرة يا جودي. وحشتوني كتير كتير. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وحبايبكم بخير. نورتوني وشرفتوني في قناتي. للي ما شافنيش قبل كده، انا ام زياد، بعمل محتوى طبخ على اليوتيوب، واتمنى ان يكون محتواي عاجبكم رغم اني بقيت مكلة في تصوير الفيديوهات. بس معلش انا قلت مش هصور غير الفيديوهات اللي تستاهل ان هي تتصور. اكله اكون ما عملتهاش قبل كده. اكلتنا النهارده جديده جدا من نوعها، واول مره في حياتي حرفيا اعملها. في حياتي ما اكلتهاش وفي حياتي ما عملتهاش. فقلت ما ينفعش ان انا اعدي اللحظه دي من غير ما اوثقها واصورها، واخلي كل حبايبي يشوفوها، يمكن يتعلموا منها ويعملوها في بيتهم، تغيير عن اللحوم والسمك والفراخ والحاجات المكلفه. فقلنا نجدد النهارده ونعمل الاكله العظمه دي. النهارده يا ام زياد عشان ما نطولش عليكم هنعمل بصاره. للي ما يعرفش البصاره، دي أكلة مصرية أصيلة. أنا بالنسبة لي ما عملتهاش سنين طويلة، أكتر من 15 سنة. فقررت النهاردة إن أنا أعملها علشان أنا عندي مطلوبة مني إن هي تتعمل، وأنا هجرب إن أنا أعملها. جبت نص كيلو فول مدشوش من عند العطار، غسلته كويس جدا ونقعته لمدة 3 4 ساعات. ودوت ده بعد ما نقعته. شيلي ايدك يا جودي. جبت هنا ربطتين كزبره خضراء، غسلتهم وقطعتهم كبير. هنا 5 6 فصوص توم وقرن فلفل. ممكن تحط قرن فلفل حامي برضو لو بتحب الحاجه سبايسي شويه. ودوت بصلتين. وهنحط المكونات دي كلها على بعض في قلب الحله، وتزوديها ميه. بس لو عندك شويه شوربه زي ما انا ما عندي كده، استنوا ثواني هوريها لكم. لو عندك شويه شوربه زي دول كده، انا طلعت الكيس ده من الفريزر حتى لسه في حته متلجه اهو. هزودها عليها دوت. يعني ده يعني ما بتتعملش كده في الاصل بتحطي ميه عادي، وممكن لو عندك مرقه دجاج تحطي. بس انا عندي شوربه ومحطوطه في الفريزر، يعني انا مش محتاجاها. ممكن نطعم بيها البصاره بتاعتنا، لان عيالي بصراحه اول مره هيدوقوها، فعلشان احببهم فيها فانا هزودها شوربه. وديت كانت شوربه بط، فاكيد ان شاء الله تطلع كويسه. ونكمل مع بعض الفيديو. وحبيبه قلبي يا رب يحقق لك ما تتمني قبل السنه ما تخلص، ويخلي لك يا رب حبايبك يا رب العالمين. اللي ما عملتليش لايك تعمل لي لايك، واللي ما عملتش اشتراك في القناه تعمل اشتراك، وتصلي على النبي حبيبه قلبي، ونتابع ونعمل يلا البصاره. فاضي على النار وهننزل بالايه، بالفول بتاعنا اهو. تمام. منقوع ومغسول كويس غسله كويسه جدا. ده احنا لسه بقى، احنا بسبب الغلاء احنا بقينا بنفكر خارج الصندوق. تمام. انزلي يا جدي جوه الحله كده. ادي البصل والثوم والفلفل كله على كله اهو. تمام. وادي الخضره بتاعتنا اهو 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 اهو. تمام كده. هنحط بقى الايه، هنحطنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم. بصوا بقى حبايب قلبي كده، البصاره بتاعتنا معانا اهي استوت اهي. بالصلاه على محمد استوت اهي. وبقت زي القشطه، بقت زي الفل. بالصلاه على محمد، بالف هنا وشفا للي هياكل. هنضربها بقى في الخلاط بتاعنا الجميل. هنضربها في الخلاط. واللي عندها هاند بلندر تضربها زي ما هي في الحله، بس انا ما عنديش فهضربها في الخلاط. ونرجعها تاني على النار ونديها غلوه ونحمر البصل. بصوا يا حبايب قلب ام زياد، يا حلاوه البصاره بتاعتنا. عايزين ندوقها بقى. انا عايزه ادوق. بصوا بقى لسه ما ملحتهاش ولا عملتها. بصوا اللون، بصوا القوام. عايزين ندوقها. استني يا جودي. بصوا القوام يا جماعه الخير، القوام ده جميل جدا، لان لسه لما هتبرد هتتقل شويه. بصوا بقى القوام ده وسط وجميل جدا جدا جدا. هنحط التوابل بتاعتنا ان شاء الله. شويه ملح، شويه فلفل، شويه كزبره خضراء، قلب مرقه دجاج بس. وما نكترش لان احنا مزودين شوربه. هنا بنحمر بصل، وان شاء الله لما يتحمر هنحط على الوش بحمره بمعلقه سمنه بلدي كده. ايه حاجه كده ايه عظمه. طب لو اتكلمنا عن الجمال والحلاوه بتاعت البصاره بتاعتنا دي نقول ايه؟ بصوا شكلها، بصوا طعمتها. والله العظيم انا اول مره اعملها، بس انا دقتها. انا عيالي كانوا بره في الدرس وجم بيقولوا ايه الريحه الحلوه دي يا ماما. شويه بصاره ما حصلوش ولا هيحصلوا. بألف هنا وشفا لله هياكل. جمالها مش عاوزه اقول لكم بقى. شويه جمال وشويه حلاوه للبصاره الجامده دي. يا ريت تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات. بسيطه وخفيفه ما بتاخدش وقت، وشيلنا خالص جميع انواع اللحوم والاسماك والفراخ.
وعملنا حاجة حلوة تستاهل بقكم. واللي محبين البصارة يكتب لي في الكومنتات. ورب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني وتجربة تانية جديدة. استنوني في مطبخ جودي الفرفوشة.